السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل ايس كريم. معانا هنا مانجا، انا مفرزاها ومجهزاها. الحقوا بقى اعملوا ايس كريم قبل العيد ما يخلص. نزلت المانجا كلها في الكبه. تمام. وهنا هبقى مجهزه معايا كريم شانتيه خام. حطيت هنا 3 معالق على نص كيلو مانجا متفرزه. تمام، وهنضربهم مع بعض. ممكن في اضافه انا هعملها هنا. الجيلي مانجا هجيب باكت واحد وافرغه، عشان كنت حابه يعمل يعني مطه ويعمل تيست اعلى شويه، يبقى اضافه يعني. حطيت طبعا حطيتهم على المزيج وخلطتهم مع بعض. بس اقول لكم على حاجه، يا ريتني ما عملت كده. قولي لي ليه؟ لان الحاجات دي بتدي تيست اعلى للايس كريم والحاجه. فطبعا ولادي قالوا لا خلاص احنا كده مش هناكله بره تاني. طبعا الطعم فرق كتير في البيت عن بره البيت، لان انت عارفه الحاجه دي اللي هياكلها ولادك، وحاجه انت عاملاها في البيت على ايدك. فطبعا ايه يعني زي ما بيقولوا مكلفاها. فما فيش مشكله. يلا ادينا هنعمل نتوصى بالايس كريم. يلا في العيد والحر ده احسن بصراحه. الحر ده يعني مش عارفين يعني ايه اللي هيكفيه بصراحه. ولا بولة كام ايس كريم، بس انا اقول لكم بولة واحده كفايه صدقوني. وما تكملوا معايا لاخر الفيديو تعرفوا الانواع اللي انا عملتها. هي بولة واحده تكفي. هنا بصب الايس كريم. بصوا المطه يا جماعه، المطه مش ناعمه ازاي. هو ناعم جدا ما شاء الله عليه، وليه مطه هايله كده وهو نازل من الفود بروسيسور. فجميل يعني. طبعا مش هنسيبه ولا فسوه. هو تفكرنا ركنت الكبه كده؟ لا، ده انا نزلت كله بالسباتشول. وهنا عمل مطه ما شاء الله عليه جميل. نكلفه ونسيبه؟ لا، لازم نصبه كله. غطيناه بالستريتش وحطيته في الفريزر. هنا معايا لتر لبن عشان اعمل ايس كريم الفانيليا لعشاق الفانيليا. بحطه على النار. تمام. وبقعد ايه يعني بجيب كده، يعني بكون مجهزة معايا الحاجة بتاعته اللي هضيفه على اللتر اللبن ده. لتر لبن لوحده. عليه معلقتين نشا ومعلقتين لبن بودر. انا حطاهم هنا في بولة كده مع بعض، بس انا عارفة المعيار بتاعهم طبعا. 2 نشا و2 لبن بودر عشان اعزز الطعم. وبضيفه هنا على اللبن. وبقلب طبعا اللبن لحد ما يبقى يعني زي المهلبية. احنا بنعمله الاول بطريقة المهلبية في الاول كده على النار. ولما يبدأ نقلب فيه طبعا عشان ما يكتلش من تحت، خلي بالك منه. وبتفضلي تقلبي راحة جاية عليه. وبعدين بحط هنا ايه طبعا اللبن، بحلي اللبن بديله نص كوباية سكر. وبقلب تمام. هنا معلقتين سكر او معلقة مثلا سكر، وحطيت عليه فصين مستكة بتدي طعم تحفة بصراحة. تدقيهم مع بعض كده عشان السكر مع المستكة، وتدقيهم وبعدين تضيفيهم على اللبن وتقلبي. تمام. وبنفضل نقلب كده مع بعض. كل دي حاجات بتعلي التيست بصراحة بتاعه، بتديله نكهة حلوة يعني. انتي ما عندكيش مستكة مش مشكلة خالص، خليه زي ما هو كده. كده هنحط فانيليا في الاخر. وهنحط كمان ريحة الحليب، او بيقولوا عليه اسانس حليب. ده بيعلي التيست برضو معانا، وبيعلي النكهة بتاعت الايس كريم الفانيليا او الايس كريم الحليب. تمام. وبنقلب كده مع بعض لحد ما يبقى بيدي شكل المهلبية. طبعا يا حبايبي انتوا عارفين الجو حر والعيد بتعمليه تحطيه في الفريزر. عندك جالك ضيوف ولادك حبوا ياكلوا، بدل ما ينزلوا يجيبوا مبلغ وقدره وحاجات كده من بره كده. هنا انا بجهز ورا ميه عشان اعمل حمام للايس كريم الشوكليت. بس انا مش عايزه ايه يعني، خلينا مع بعض احنا شغالين بنكملين في الحليب عشان ما نتوهش مع بعض. تمام.
هنا خلاص، هنا خلاص عمل الحليب. حتى لو حسيتي ان هو برضو ادى شوية يعني كلكع منك، بالهاند بلندر في الخلاط لحد ما تنعميه، مفيش اي مشكلة خالص. مفيش حاجة بتقف قدام مننا الحمد لله. تسكبيه بقى في القالب البايركس اللي انا هحطه لسه، عشان لازم يبرد شوية في التلاجة. تمام. على ما يبرد هو في التلاجة طبعا، هبدأ اعمل خطوة بعد كده. هنا بس بتغطيه بالستريتش راب على وشه، عشان ما ايه الوش بتاعه ما ينشفش. هنا بنحط معاهم انا كنت جيت اغطيه بصراحة، وبعدين ايه لازم تحطي بقى معاه معلقة جلوكوز، ده بيعلي القوام والمطة بتاعته قوي يعني، بيخليه ما شاء الله هتشوفوا برضو في النهاية جميل جدا يعني. طبعا انا اديته كده في جنب، بس كده كده اما هطلعه بقى من التلاجة ويبرد لازم هخلطه مع بعض عشان اكمل بقية الخطوات بتاعته. كملته بالستريتش راب ودخلته التلاجة يبرد شوية ويهدى معانا شوية. وهنا هروح بقى للشوكليت. هنا عملت حمام مية وسيحت فيه قالب بشوكولاتة مطبخ. تمام. لحد ما يبدأ بالراحة كده بتقلبيه بالسباتشولا كده، يمين في شمال، شمال في يمين، لحد ما يبدأ يفك من بعضه على الحرارة. بس ما تسيبهوش طبعا يبرد او ما يفك عشان ما يرجعش يمسك تاني. احنا هنعمل له كده شوية تريكات. تمام. وده اللي هيخليه يعلي برضو التيست بتاعه ويبقى حلو قوي. بس هخليكي معايا، انا هقولك برضو على حاجات يعني انا حطيتها وممكن انتي ما تضيفيهاش، مفيش اي مشكله خالص. افرضي مثلا الحاجه دي مش موجوده عندك، ما توقفيش نفسك. تمام. هنا طبعا انا كنت عامله معاكم في حلقه النوتيلا بديل النوتيلا، فطلعتها من الفريزر. قلت برضو عشان اعمل لها ايه معلقتين اضافه، ويا ريتني ما عملت لهم الاضافه. شربته في الايس كريم اكتر وتعلقوا بيه. اللي يحب الشوكليت طبعا كمان، ده كل ده بيعزز الطعم وبيعلي التيست قوي بصراحة قوي معانا. هنا بتفضلي تقلبي كده بالراحة. تمام. عندك شوكولاتة تانية مش شرط شوكولاتة الخام بتحطيها برضو. هنا كنت مجهزة الفود بروسيسور بتاعنا. تمام. وبحط بقى ايه بجهز معايا الحليب المكثف، عشان دي لازم انا محتاجة كوباية كبيرة او مج كبير، بدل ما اشتريها من بره وانا عندي المكونات في البيت عملتها في البيت. كوباية سكر بودرة وكوباية لبن بودرة. وهنضيف كمان مكعبين زبدة او سمنة المتاح عندك. هنا هنقول على الاضافات اللي موجودة او اللي مش موجودة مفيش مشكلة. وهنا تلت كوباية مية يعني كانت مغلية عشان يفك الدنيا مع بعضها وبشغل بشغله عليهم عشان يدوبوا مع بعض. لان انا بدل ما اشتري برطمان من بره بمبلغ وقدره، طب ما انا عندي اللبن البودر وعندي السكر البودر موجود فمفيش مشكلة. هنا داب خالص معانا، بقى عندي لبن مكثف محلى. تمام. تحطي برضو عليه فانيليا، بيدي طعم احلى واحلى يعني. تمام. هنا بخلي بقى هنا بعمل بقى في بولة لوحدها كده كوباية كريم شانتيه خام، بضيف عليهم دي كوباية مبدئيا كده، كوباية ونص مية متلجة. بس هو يا جماعة بيحتاج كوبايتين، يعني كوباية الكريم شانتيه بيحتاج عليها كوبايتين مية متلجة او كوبايتين لبن. بس هنا انا حطيت مية وبضرب فيهم كويس جامد. انا حطيت في الاول كده كوباية ونص، وبعدين هتلاقوني هزود بعد كده النص، بعد كده هحتاج النص برضو تاني. فده المعيار بتاع الكوباية. وبعدين بضربه بهدي كده السرعة، بعد كده ببدأ اعلى بالسرعة عشان يتمسك معايا. طبعا الجو حر فكنت حاطه عليه مكعبات تلج. هنا حطيت النص كوبايه التانية اللي يعني ايه يبقى كده كوبايتين. وبضربه كويس طبعا لحد ما يتماسك معانا ويعمل اللي هو الكثافه بتاعته، اللي هو عامل كده على شكل كده يعني خط كده، تعرفي ان انت كده تمام، هو كده كويس يعني.
بضيف عليه المج كوباية اللبن المكثف المحلى هنا، عشان طبعا انا عندي الشوكولاتة كانت دارك من المطبخ، فبرضه ايه يعني حرام يعني انا هم هياكلوه دارك ليه؟ طيب طب انا اكله ماشي مش مشكلة. طبعا لما عملت كده ضربت الكريم شانتيه، طبعا ايه الشوكولاتة هنا مش سخنة، يا دوبك دفيت كده. باخد كده معلقتين كده من الكريم شانتيه واجيبها على الشوكولاتة، زي ما تكوني بتهيئي المناخ للكريم شانتيه بدل دفعة واحدة كده. وبعدين ما بسيبش الشوكليت يعني يجمد، يرجع يجمد تاني ونرجع نسيحه تاني، لا طب وليه؟ اشتغلي على طول وهو ايه دافي، يعني ما يروحش بعيد عن ايدك. هنا لما حطيت مرتين برجع بقى اضيف كل الكمية على الكريم شانتيه واديله الجو بتاعه مع بعضيه. اوعي تسيبي فسوة، فسوة شوفي فسوة ما تسيبيش اي حاجة، خدي كل مكوناتك، لان دي كلها حاجات يعني برضو متكلفة ولا ايه. طبعا بمزجهم مع بعض، بخلطهم الاول بالسباتشوله كده بالراحه، عشان يا جماعه برضو انا ببقى حريصه على الكريم شانتيه، لان انا طبعا وصلته لدرجه اللي هو عمل الفوم، فبتبقي برضو ايه يعني واحده واحده معاه. وبعدين بتنزلي بالمضرب تحركي الدنيا شويه معاكي برضو لحد ما يبدأ يختلطوا ببعض كويس. بيبقى طعمه بصراحه يا جماعه يعني حقيقي حقيقي جربوه. هنا بقى حطيت المعلقتين النوتيلا، يعني كفايه معلقتين، كفايه يا جماعه معلقتين، يعني كده الدنيا يعني كفايه حلو قوي كده، هتحتاجيه تاني متقلقيش. طبعا انا هنا انا حاسه ان اللون برضو اللي هو اللون يعني مش الشوكولات يعني فاتح عامل زي كاكاو، فحطيت هنا معلقتين كاكاو خام. تمام، فبحركهم بقى بس بنزلهم في مصفى، عشان طبعا لو في اي تكتلات او اي حاجه انت بتنعميها وهي نازله تنزل ناعمه على الايس كريم. هو مش هيبقى غامق ما تخافيش، ده هو يبقى طعمه يعني شكله ولونه وطعمه يعني حاجه حلوه يعني ما تقلقيش. مش هيغمقه، هو هنا باين ان هو بيبقى غامق، الكاكاو لا مش غامق خالص. مش عايزه تضيفيه برضو واكتفيتي بهذا القدر خلاص حلو قوي تمام. مش عايزه تضيفي كاكاو خام مفيش مشكله، والله مش هيفرق كتير يعني، بس انا حسيته ان هو كان محتاجه وانا شغاله بيه. تمام، بكون بقى مجهزه عندي طبعا علبه كويسه ونضيفه، انتي مستخدمتهاش في اي حاجه يعني، لو علبه جاهزه من بره او علبه بلاستيك عندك انتي معقماه وحلوه يعني ونضيفه مفيش مشكله. انا هنا جبت علبة عشان اغطيها، ولازم اهم حاجة يا جماعة معلش الايس كريم يعني تغطيه تغطية كويسة قوي، لان طبعا احنا كلنا عندنا في الفريزر إيه توم مفرزين ومش عارفة حاجات كده يعني، عشان الالوان الطعم ما يكرفش على بعض، ما ياخدش من طعم حاجة يعني. طبعا يعني اللي ده والله معايا الايس كريم يعني حبوه، بس يعني هو قالوا بولا كفاية، لانه حاسه قد ايه هو حاجه يعني تقيله كده، مش زي مش زي طبعا الحاجات اللي بتبقى بره اللي هي خفيفه، اللي هي يعني مش حاطين ميه وعادي، والله برضو ما عندكيش لبن حطي ميه، اشتغلي مع الكريم شانتيه بميه لا، انما زي الايس كريم الحليب لازم تعمليه بلبن. هنا بصوا المط يا جماعه، شوفوا الايس كريم نازل ازاي الشوكليت. تمام، انا هنا طلعت بقى ايه البوله اللي هي فيها الايس كريم المهلبيه اللبن اللي احنا كنا سايبينها تبرد، وضفت عليها هنا كوبايه كريم شانتيه، اللي احنا كل ده كانت مهلبيه بس، ما عملناش الماده الرابطه اللي بتبقى موجوده تعمل لها مطه في الايس كريم في المهلب في الايس كريم الفانيلي. اه عملنا معلقه عسل كلوكوز، دي كانت اضافه مني بس يعني، ما عندكيش ما تحطهاش، اديكي ايه كريم شانتيه عندك اكياس بره هاتي
عندك بودر هتلاقي كده كده هتحتاجي تضيفي اللي هو برضو ايه سكر. وهنا برضو حطينا على طبعا احنا قلنا كوبايه الكريم شانتيه عليها كوبايتين ميه مثلجين، تفضلي تضيفي المعيار بتاعك اللي هو كوبايتين ميه، بس تضربي طبعا على اعلى سرعه عشان المهلبيه طبعا كنا حاطينها في التلاجة، وعايزين بقى تعمل ايه الكريمه تعمل فوم وتعلى شويه. هنا حطيت ريحه الحليب، كنت جايباها من عند العطار او بيسموه اسانس حليب، دي بتقوي الايس كريم الحليب اكتر. وحطيت هنا برضو هجيب هنا فانيليا باودر، عندك فانيليا سايله حطي منها مفيش اي مشكله خالص. انا عندي ده وده، بس حطيت بصراحه بحب يعني معرفش انا حابه الفانيليا الباودر، في ناس بيفضلوا السايله عادي جدا. طبعا انا عارفه ان هي نص هنا معلقه يعني، وعارفه المعيار اللي انا بنزله اللي ممكن الحاجه يعني تنزل منه، لا عايريه بمعلقه وانتي واقفه مفيش اي مشكله. بضربهم طبعا بمزجهم ببعض كويس، الاسانس بالفانيليا بمزجهم مع الخليط اللي احنا جهزناه، وكده يبقى خلاص. يعني انتي برضو ممكن حسيتي وانتي كده شغاله انه محتاج سكر، وعندك سكر بودر انا كنت طحنه جنبي جاهز، عايزه تضيفي عليه تضيفي عليه، السكر مريحك خلاص مفيش مشكله، اكتفي بهذا القدر. هنا صبيته في العلبه بتاعته كنت مجهزاها، ويدخل على الفريزر على طول. كده يبقى عملنا المانجا والشوكليت والحليب. يا رب حبايبي وصفاتنا تعجبكم، ولايك وشير.